السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واموركم تكون تمام. هنتكلم ان شاء الله سريعا كده عن اجازة نص السنة، نعمل ايه فيها؟ نستغلها ازاي؟ طبعا اللي هيشوف الفيديو ده واحد من اتنين ملوش تالت، يا واحد في الكلية ومروق على حاله، تمام؟ من المتابعين القدامى يعني، او حد لسه في ثانوية عامة، تمام؟ ده مشرط. المهم، يا طالب لسه في ثانوية عامة، فعموما هنتكلم عن الاتنين علشان نكون رضينا الجميع. نعمل ايه في اجازه نص السنه بما انها فتره قليله جدا يعني لا تذكر؟ ممكن تقول 10 ايام، ممكن تقول اسبوع، ممكن تقول 15 يوم، ايا كان يعني. فنعمل ايه علشان نحس ان احنا استغليناها كويس جدا؟ بص يا جدي، قبل ما نبدا ما تنساش تدعي لاخواتنا، ما تنساش تدعي لنا ان ربنا يهدينا، وما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والكلام الجميل ده كله ده. ويلا بينا عشان بقالنا فتره كبيره ما عملناش فيديوهات، فنخش في صلب الموضوع. ولكن قبل ما ندخل في صلب الموضوع عايز افكرك ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيكون فيديو خاص بثانويه عامه. ناس كتير سالتني اسئله كتير جدا، فان شاء الله يكون في فيديو مجمع لكل الاسئله دي. انا طبعا اتكلمت كتير جدا على القناه كتير جدا، كل شهر كل ماده كل حاجه، مراجعات كل حاجه. ولكن من الاسئله اتسالت فنجاوب عليها، تمام؟ فيلا بينا نتكلم النهارده بس عن الاجازه، وبعدين نتكلم عن ثانويه عامه. اول حاجه هنبدا بطلاب الجامعات. باختصار كده، لو انت طالب ثانويه عامه اتخطى وادخل على الجزء بتاع الثانويه العامه اللي في الاخر. في الاول كده نتكلم عن طلبه الجامعات المفروض يعملوا ايه. تمام. تمام، نبدا بسم الله. الحاجه الاولى، ودي يعني هي حاجه مشتركه بين ثانويه عامه وبين الكليه، ايه هي؟ برمج حياتك. عيد برمجه او اعمل ضبط مصنع ليومك. يومك كان ماشي ازاي؟ بتصلي ولا بتصليش؟ ورد القران ولا مش موجود؟ طيب انا اليوم ده بستغله كويس ولا بيضيع مني؟ طب التليفون واخد مني قد ايه؟ طب زمايلي بيساعدوني على الخير وتطوير نفسي، كورسات ومذاكره وكل حاجه، ولا كانوا بيضحكوا عليا؟ طب انا تقديري في الامتحانات كان عامل ازاي؟ انا كنت بذاكر ولا ما كنتش بذاكر؟ طب انا وقتي كنت بروح الكليه بضيع وقت بقى واقضيها بقى في فاهم، اكل بقى وشرب والمواضيع دي وكوره وبتاع واسيب المحاضرات والسكاشن، ولا كنت بطور نفسي وبشتغل وبعمل اللي عليا؟ بس انت لو جبت على الاسئله دي كلها قسما بالله انت خلاص، انت عرفت انت هتعمل ايه، انت حليت موضوعك. انت بس امسك ورقه وقلم وجاوب على الاسئله دي كلها، تمام؟ طب انا ليه بقول لك كده؟ لان هتلاقي منك الحمد لله اللي كان ملتزم، اللي بدا شغل، اللي بدا كورسات، ربنا يقويهم، كمل عاش ربنا يقويك. وفي تاني اللي ضيع وقته وما عملش اي حاجه، وده بقى بتاعنا احنا كده هنستلمك ونقول لك تعمل ايه، اللي هو انا يعني هستلمك واقول لك تعمل ايه. تمام. تمام، دي اول حاجه. شويه اسئله تقولها لنفسك عشان تشوف انت عملت ايه. ليه؟ علشان اعيد برمجه يومي، ابدا اصحى الفجر، ابدا اذاكر، ابدا اخد كورسات، ابدا اطور نفسي، ابدا احاول اهتم بالفتره الباقيه من الكليه. فخلاص، تمام. رقم اتنين، وقتك. انا اتكلمت على برمجة يومي. بعد ما برمج يومي بقى وقتي ماشي ازاي؟ لازم اراقب النقطة دي كويس جدا. ليه؟ لان انا دلوقتي خليني قلت لك برمج يومك واعمل واعمل، ابص الاقي قمت الفجر، وبعد ما قمت الفجر حسين عايزين نلعب جيم ببجي. يا جدعان ده انا حافظكم، ده انا بعمل الحاجات دي كلها، تمام؟ فوقتك لازم تستغله كويس جدا. طيب استغله ازاي بقى؟ والله اول حاجه صحتك، جسمك، دي الحاجه اللي دايما معاك بعد توفيق ربنا ليك، تمام؟ لازم تهتم بصحتك كويس جدا جدا جدا. عايزك تقعد مع نفسك تراقب نظام يومك ماشي ازاي. طب انا فاضي في ايه لما اروح الجيم؟ في ايه لما اروح العب ساعه كوره؟ ساعه مش اليوم كله، وكوره مش اقضيها على البلاي ستيشن، تمام؟ تفرق. لان انا هنا عايز اهتم بصحتي، تمام؟ اول حاجه. تاني حاجه، يا ترى اللغه الانجليزيه عندك عامله ازاي؟ بتذاكر ولا بتذاكرش؟ طب اللغه الانجليزيه يا محمد انا هلحق اطورها في الاجازه يعني؟ اه يا باشا هتلحق. ونتكلم بالمره بما اننا هنا في منطقه اللغه الانجليزيه. بص انا هرشح لك قناه زي امريكان انجلش لو انت محتاج تطور نفسك، فهتساعدك جدا 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 في ان انت تاخد خطوه، وكمان الريتم بتاعك يزيد في تطوير نفسك في اللغه الانجليزيه، النطق بقى والاستماع والكلمات والمحادثه والقواعد وكل حاجه. فبالتالي انا عايزك تحاول تبدا وتخلي الاجازه دي هي خطوه البدايه، خطوه الانطلاق، ضربه البدايه، ضربه الانطلاق في تطوير اللغه الانجليزيه بتاعتك. او حتى لو انت اللغه الانجليزيه عندك تمام، ابدا الماني، فاهمني؟ فلازم تبدا في الاجازه تحاول تبدا تتعلم لغه، وده كله تحت نطاق استغلال الوقت، تمام؟ طيب تالت حاجه، عندك شغل بقى ولا ما عندكش؟ يا عم انا هشتغل في 10 ايام، يا عم يا عم حرام عليك، ده انا في كليه وطالع عيني والكلام حبيبي. والله العظيم والله انا من الناس اللي كانت بتقول كده، بس انا دلوقتي بعد وانا في سنه رابعه في الكليه ادركت ان انا لو من اول يوم في الكليه وفرت ساعه واحده ان انا اتعلم مهاره واحده وابدا اطور فيها كل يوم بطريق او مستوى اعلى، كل يوم ساعه واحده بس، تمام؟ لمده 3 سنين،
كان زماني في حته تانية وتالتة ورابعه فعليا والله العظيم. فما تتحججش، انت معاك ساعه يوميا، انا بقى بفرض لك ان انت معاك ساعه يوميا، بس انت في اجازه. في ايه لما استغل بقى الاجازه دي وابدا ان انا اخد كده لفه كده على اليوتيوب واشوف هو انا محتاج اتعلم ايه، الواد ده ليه مش شغال، اشمعنى جالي شغالين وانا لا. طبعا ده رزق، ولكن ايه اللي ينقصني؟ ايه المهاره اللي عندي اللي اقدمها للناس عشان لما اروح اشتغل يرضى يشغلني؟ فاهمني؟ فهي نفس الفكره، هقعد اخد لفه كده على اليوتيوب انا محتاج اتعلم ايه. وبما اننا بنتكلم عن مهارات الشغل هيبقى في فيديو مخصوص عن مهارات الشغل ان شاء الله. والفتره دي هكثف نزول الفيديوهات بحيث ان ممكن ينزل كل يوم ويوم او يومين بالظبط فيديو طويل ان شاء الله باذن الله. فالفيديو الجاي هنكون عن ثانويه عامه، والفيديو اللي بعده عن مهارات الشغل اللي انت ممكن تبدا تتعلمها. ولكن خلينا دلوقتي ارشح لك فيديو هيظهر دلوقتي، ممكن تلاقيه في الوصف للفهيم، قناه اسمها الفهيم. تمام، انا هحط لك رابط الفيديو ده في الوصف. تمام، ادخل شوفه، هيكلم لك عن كل الوظائف او المهارات اللي انت محتاج تتعلمها علشان تجيب فلوس. ايه رايك بقى؟ تمام، فمالكش حجه، ابدا من دلوقتي من الاجازه، دوس على نفسك جامد علشان ان شاء الله باذن الله في الدراسه توفر ساعه واحده يوميا او ساعتين على حسب الوقت المتاح ليك، تبدا تتعلم حاجه جديده على نهايه السنه والاجازه الكبيره ان شاء الله باذن الله زي ما بنسميها، تكون او يكون معاك حاجه ثابته، يكون معاك شغل من الاخر يعني. تمام، شد حيلك، توكل على الله، واستغل وقتك كويس جدا سواء في صحتك او زي ما قلت لك ان انت تتعلم مهاره جديده تجيب منها فلوس او تتعلم لغه. طيب الحاجه الرابعه ودي مهمه جدا جدا جدا، علاقتك بربنا، إيه نظامها؟ حبيبي احنا في اجازه، انا عارف والله العظيم ان انت في اجازه وبتنام محتاج تستريح، محتاج صلاه الفجر. الكلام ده بقول لنفسي وبقوله لك لان انا برضه في اجازه. تمام، ودي من الحاجات اللي انا كل يوم بقول الصبح انا صليت ولا ما صليتش. فاهم؟ ده السؤال مهم، صليت بدأت يومك بصلاة الفجر، يومك فيه بركة وخير ورزق وكل حاجة. ويا حبذا بقى، مش حبذا ده إجباري، بس ويا حبذا إن أنت صليت كل الصلوات، أنت برنس. تخيل أنت رايح تنام كده، وبرضه دي حاجة حقيقة لازم أقولها لك ولازم تكون حاطها في دماغك، محدش مننا ضامن عمره. أنت مش ضامن عمرك، أنت لو ضامن عمرك يبقى أنت في حاجة غلط في دماغك أو في حاجة غلط في حياتك. فاهمني؟ فأنا دلوقتي علاقتي بربنا عاملة إزاي؟ إيه نظامها؟ ما هي دي عادة البرمجة اللي بقول لك عليها. تمام، ركز في الكلام، حاجات بسيطه وهتفرق معاك. صلواتك، الكورس اللي بقول لك عليه كذا كذا كذا. الاجازه هتخلص هتلاقي نفسك بدات تمشي على روتين ثابت، نحو او زي ما بيقولوا كده. تمام، ده لما اتكلم لك باللغه العربيه الفصحى يعني، في اتجاه ان انت تكون شخص ناجح، او على الاقل بنيت عادات كويسه ان شاء الله تلاقي ثمارها بعد نهايه السنه او في الاجازه الكبيره ان شاء الله او على المدى الطويل. تمام، علاقتك بربنا. وبما اننا برضو في النقطه دي، حفظ القران يا شباب، يعني والله العظيم يعني من الحاجات الجميله جدا والحاجات المهمه جدا في حياتنا. يعني انا عايزك بس كده تبحث عن فضل صاحب القران، يعني الشخص اللي بيحفظ القران ايه مميزاته من الاخر، يعني ايه الميزات اللي بيتحصل عليها. تمام، انا عايزك بس تبحث عن نفسك عن الحته دي وعيش مع نفسك. مش هتكلم فيها كتير، ابحث وعيش مع نفسك فعليا. ابدا استغل الوقت ده ان انت تبدا تحفظ قران. تمام، الاجازه دي هي خير مثال لكده، ان انت هتبدا بيها معاك وقت ايوه قليل مش هتعرف تشتغل فيه، مش هتعرف تنزل فيه شغل، خلاص انا ابدا استغل الفتره دي بحيث ان انا اطور نفسي او ان انا ابدا ابني روتين يساعدني ان انا على المدى البعيد اكون او تكون حياتي كويسه ومرتبه ومنظمه. نيجي بقى لطلبه ثانويه عامه، حبايبي عاملين ايه؟ طبعا انت لكم فيديو مخصوص تمام كمان شويه، ولكن ده يعني ممكن يوم بكتير بعد الفيديو ده ما ينزل، هنقول على الاسئله اللي كل الناس سالتها. فلو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات عشان نجاوب فيه ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. طيب نعمل ايه في اجازه نص السنه يا محمد؟ بص يا جميل، انت كطالب ثانويه عامه مش مطالب منك كتير في الاجازه بتاع نص السنه، على قد ما انت مطالب منك النصيحه الاولى اللي انا قلتها لطلبه الجامعات، عيد برمجه يومك بس، مش مطالب منك حاجه تاني. انا همسك ورقه وقلم واشوف انا يوم ماشي ازاي، انت لو عملت كده انت برنس، انت خلاص مشاكلك اتحلت، انت مش عايز حاجه تاني. يومي ماشي ازاي؟ من حيث المذاكره، من حيث اصحابي، من حيث الحل، من حيث الدروس، من حيث الانتصام في المذاكره. انا بدات اصلا ولا لسه؟ بالمناسبه انت والله العظيم لو في شهر 5 وما بداتش توكل على الله وين ونيت خير ويبدا. تمام، هتقول لي ليه؟ هقول لك مثل بسيط جدا وانا عايزك تفهمه. بسم الله، انا عايزك يعني تفهم المثل ده بدماغك. تمام، ابعد بقى قلبك على جنب كده وبدماغك وركز. انا دلوقتي
فاضل 10 ايام على الامتحان. تمام. الاحسن ليا لو بقول لك فاضل 10 ايام، اقعد حاطط ايدي على خدي تمام لحد الامتحان ما يجي، وادخل الامتحان وانا ميح واجيب صفر صفر، او معروفه صفر من صفر يعني زي ما بيقولوا، او صفر كبير، صفر من 100 تمام، 2 من 100 يا عم، 10 من 100 تمام. انا داخل ميح، انا ما ذاكرتش في ال 10 ايام، ولكن في ال 10 ايام دول احاول اذاكر وابدا ادوس واتوكل على الله واستعين بالله، واجيب 60 من 100، اجيب 70 من 100. طبعا انا مش بقول لك انت هتجيب 70% والكلام ده، لا خالص. انا قلت قبل كده ان في ناس بدات من واحد واثنين، وانا كنت بادئ من شهر 12، وكنت حاكي قصص وحاجات كتير جدا على القناه. ولكن ابدا في اي وقت عقلك يقول لك يلا بينا نبدا. تمام. فانت كطالب ثانويه عامه مش مطالب منك غير ان انت تعيد برمجه يومك. انا بعمل ايه؟ والله انا بذاكر خلاص، انا الاسبوع ده ان شاء الله بما اني ملتزم في المذاكره وربنا انعم عليا، الاسبوع ده هبدا اريح نفسي عصبيا واهدى خالص، ابدا انام براحتي اقوم براحتي. ولكن ده لا يمنع ان انا اقوم الفجر وانام بدري، ما اسهرش، ما اقضيهاش افلام. الحاجه التانيه، اكنترول نفسي في اسبوع الاجازه. مش معنى ان انا بذاكر وان انا الحمد لله مجتهد وربنا ينعم عليا يبقى انا اضيع الاسبوع ده وازود. انا اعرف واحد مش مهندس يعني، مش مهندس امير، ما اعرفش اشوف الفيديو ده ولا لا. المهم من الحاجات اللي قالها لي وانا في ثانويه عامه، قال لي اوعى اسبوع الاجازه يسحبك معاه. اسبوع واحد ممكن تلاقي نفسك مضيع شهرين فعليا. تمام. واحنا جينا على شهر رمضان، فانا عايزك كده تاخد نفس علشان الموضوع اللي جاي عايز راجل فعليا، يعني صفات الرجوله يعني فاهمني. بس دي كل حاجه، دي كل حاجه. طيب انت بقى واحد مش مذاكر او ما ذاكرتش او عايز تبدا، خلي الاسبوع ده هو بدايتك. توكل على الله كده، ورقه وقلم بقى يا باشا. والله ادخل شوف محمد لما بدا من شهر 12 عملي تلاقي الفيديو، فلان ده لما بدا من شهر واحد عملي برضه هتلاقي فيديو عندي. تمام. طبعا بقول لك عندي ليه، انا ما اعرفش يعني في هتلاقي فيديوهات كتير، ولكن انا بتكلم ليا لان انا بقول لك هتمشي ازاي، او بدات مشيت ازاي وعملت ايه. فاهمني. طبعا مش بشكر في نفسي، انت هتلاقي الفيديو بتاعي يعني ممكن تحس ان هو ماليش لازمه ليه؟ لان انا بقول لك على خطوات هي بسيطه اصلا، بس عايز اللي يمشي عليها. خطوات بسيطه عايز اللي يمشي عليها. فاهمني. بس تدخل تشوفه برضه. المهم، يبقى انت هتمسك ورقه وقلم وتشوف انا هبدا ازاي. طيب اتوكل بقى على الله في الاسبوع ده وابدا اسخن وادوس. يبدا عليك وبعد الاسبوع ده الاجازه ده ما يخلص، تلاقيك ان انت بسم الله ما شاء الله خرجت من زون الراحه وشغال وبتجري في المنهج. تمام. عندك مشكله في الانجليزي، ابدا خد الاسبوع ده اسمع لحد بيقول لك ازاي تحل مشاكل الانجليزي، هتلاقي برضو الفيديو ده على القناه، وان شاء الله هجاوب على السؤال ده في الفيديو الجاي ان شاء الله. وابدا ان انت بالورق والقلم واكتب المشاكل اللي عندك وحلولها، وابدا حلها في الاسبوع ده، بحيث ان انت الترم التاني يكون بادئ تكون انت بتجري زي الصاروخ فعليا، زي الصاروخ. تمام. او زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا. تمام. اعتقد انا كده اتكلمت كتير، مش عارف ليه بتكلم بسرعه عشان الوقت. تمام. لان برضو الجو برد بصراحه، انا بصور فوق الجو برد. المهم، اتمنى اكون ان انا جاوبتك على كل النقاط المهمه، واكون ان انا فدتك ولو بمعلومه. عايزك تركز، لو في حاجه ما فهمتهاش عيد الفيديو تاني، لو عايز اي سؤال اكتب لي في التعليقات وهجاوب عليك ايا كنت، سواء في كليه او ثانويه عامه مع بعضينا قاعدين بنسلي نفسنا. وما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب، الكلام الجميل ده. وزي ما قلت لك او هقولها تاني، الحاجه المهمه جدا جدا يا شباب، احنا داخلين على شهر رمضان ان شاء الله نكلم عمر. من دلوقتي جهز للشهر ده بالنيه. ابدا شهر رمضان، شهر شعبان هيبدا، ابدا صوم، ابدا ادعي لاخواتنا اوعى تنساهم، ادعي لنا وادعي لنفسك ان ربنا يرزقنا العمر ويعيش شهر رمضان. ابدا نظم ونظم حياتك، ان انا هقوم اصلي الفجر، انام بدري، قبل ما انام اصلي ركعتين، احافظ على ورد القران. علاقتك بربنا احنا مش ضامنينها. ياما شفنا شباب زي الورد والله العظيم، وكانوا جايين من كليه الطب والبلط وفرحانين. يعني هم حاليا يعني اتمنى لهم وبدعي لهم ان هم يكونوا في الجنه. فاهمني. انا بضرب لك مثال على طالب في كليه مش طالب في ثانويه. محدش ضامن حياته يا شباب. اهتم بدينك، اهتم كده بصلاتك وبدينك، كل حاجه، لان احنا مش ضامنين حاجه. واعتقد انت لو ركزت شويه حواليك هتلاقي ان الفتره دي موت الشباب زاد جدا جدا جدا، ومحدش ضامن عمره. نصيحه كده من القلب للقلب. تمام. اتمنى ان انت تاخد بيها، ما تنسانيش بقى من دعوه جميله، ما تنساش تدعي ان ربنا يهدينا جميعا ويثبتنا ويرزقنا العمر ان شاء الله لحد شهر رمضان. وبعد كده بقى يا باشا ربنا يتوفانا، احنا مش همنا، اهم حاجه ان احنا نعيش لشهر رمضان. تمام يا غالي. طبعا مش بفول عليك والله العظيم، ولكن انا عايزك تكون تمشي بمثل اللي هو ايه، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل للاخره كانك تموت غدا.